كابتن ايمن عبد العزيز قعدت المره الثانيه على الفطار واتفقنا كل حاجه يا كابتن طارق. فوجئت واحنا بعد ما طلعنا على الفطار جه الاداري كابتن وليد بدر قال لي ان ايمن عبد العزيز لابس هدومه وطلب تاكسي وماشي وخد شنطته وماشي رايح المطار. طب هل يعقل اللعيب المفروض ان هو كابتن نادي الزمالك مع عبد الواحد يبقى بالاستهتار ده، رغم ان هو مفيش حد وقف معاه ولا كان هيقف معاه قد الجهاز ده، وانتوا كاعلاميين وجماهيريه والجماهير برضه استغربت ان ايمن عبد العزيز يرجع تاني ويلعب تاني ازاي. فانا وقفت معاه، لكن للاسف وانا مسافر طلع في برنامج، للاسف برضه برنامج زملكاوي، للاسف برضه للناس اللي ماسكين اللي هم لعبوا في نادي الزمالك كباتن نادي الزمالك بيجيبوا لعيبه طلبت من نادي الزمالك ان هم مش عايزين يقعدوا في نادي الزمالك وجابوا لهم اغاني حزينه. طب انت جايب محمد عبد المنصف وجايب رؤوف وجايب وهم اللي طلبوا يمشوا من نادي الزمالك. هل انت بتعمل بتفتت بتخبط في نادي الزمالك، بتخبط في كيان نادي الزمالك ولسه ما ابتديناش؟ انا عايز بس اقول الاخوه القدام لعيبه نادي الزمالك مش كلهم، فيهم الكويس وفيهم الوحش. بناء على ايه بتحبوا نادي الزمالك؟ بناء على ايه بتكافئ لعيب قال انا عايز امشي من نادي الزمالك ولم يحصل على بطوله؟ لعيب راح يشوف عايز ياخد فلوس اكتر في مكان تاني ومش عايز ينافس على ان هو يلعب في يحارب على مركزه ويحارب يجيب بطوله جماهير نادي الزمالك، وبتجيبه في برنامج زملكاوي. ازاي يقولوا لي؟ طيب وعمالين نخبط في الجهاز. هل حسام بيحب ويكره؟ هل الجهاز مش بيحب يكره؟ ايه ده؟ ناس بنتحايل عليهم عشان يقعدوا ومشوا. متهيألي اي زملكاوي في اداره او جماهير او اعلام ما يتمناش النوعيات دي، ولكن انا بقول للاخوه اللاعبين القدامى او الاداريين في نادي الزمالك او خارج نادي الزمالك ارجو ان هم يكون في مسانده لينا، لان في النهايه احنا جايين نساعد نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك اللي انا ما بعرفش غير جمهور نادي الزمالك حاليا، وقلت لكم الكلام ده قبل كده ومش بالكلام. وبعد ما يكونش في نصيب وامشي من المكان ده، انا نادي الزمالك بالنسبه لي نمره واحد في حياتي. فدي انا بقولها قدام الجميع، مش بقولها مستخبي في مكان. فارجو وجمهور الزمالك مع مجلس الاداره هم اللي جابونا في المكان ده، وان شاء الله بعون الله هنوقف في ظهرهم، وان شاء الله نساعد نادي الزمالك انه يكون في مكانته اللي بتليق بيه ان شاء الله في البطولات ان شاء الله. هو ده بالنسبه لايمن عبد العزيز وعمرو عادل ومحمد عبد الله. خلي بسم الله الرحمن الرحيم. اللاعب عماد محمد، لاعب جديد نادي الزمالك. طبعا اعتقد هاي تجربه احترافيه جديده لي في قاره افريقيا ومع دوله عربيه من دوله مصر الشقيقه. اتمنى ان تكون تجربه ناجحه. طبعا خضت تجربتين احترافيه قبل في دوله قطر لعبت مع نادي الغرات ومع نادي البكره، وفي الدوري الايراني لعبت مع فريق اصفهان الايراني 4 مواسم. فالحمد لله والشكر حققت نتائج جيده في قطر، حصلت على الدوري والكاس، حصلت على اهداف كاس الامير في قطر، حصلت مع الفريق الايراني على الدوري، حصلت معهم على الكاسين من ايران، حصلت على اهداف الدوري الايراني لاخر موسم، وخلال 4 مواسم سجلت مع الفريق الايراني 70 هدف. طبعا طموحي ان كل فريق اروح له نلعب به، يعني انا اكون ضمن التشكيله الاساسيه، وهذا ما راح يجي يعني بسهوله، لان انا العب مع نادي كبير مثل نادي الزمالك، فيجب ان اثبت نفسي كي احصل على هذه الفرصه. فاتمنى ان تكون بدايه جيده بالنسبه لي مع الزمالك، وطبعا طموحي هو تحقيق البطولات. كل فريق اروح العب له اطمح ان احقق معه بطولات، فانا جاي نادي كبير فيجب ان احقق هاي ان شاء الله البطولات. هو اي سؤال هاي تفضل. نسوي ممكن يترجم؟ كلية ميزانية ايه ممكن Hi, I'm Abdul. I think somebody know me here. I play before I take out. Before I take out here, I play 95 Tunis.
After that, I go Garcia, Poeti. After that, I come to Integrity. Now I come to Zamalek. Did the challenge for me because Zamalek did this year. I talked with Captain Ibrahim Usal. He didn't need the champion this year. Inshallah, I do my best to try to take the Liga Egypt. Inshallah. هو قال لكم لا المكان الانديه اللي لعب فيها بره مصر جوه مصر وهو طموحه ايه مع نادي الزمالك ان شاء الله الدوري. الموضوع سهل. حصلت على دوري وكاس مصر مع النادي الاسماعيلي، 2 نهائي افريقيا، وصلت ل 2 نهائي افريقيا، نهائي بطوله عربيه. اخر سنه ما حصلش تجديد للعقد الانبي، حصلت على اول سنه وعيد على كاس مصر ومركز ثاني نهائي بطوله عربيه. اتنقلت بعد كده للاتصالات. طبعا انا سعيد من ضمن نادي الزمالك، شرف ليا لعيب انه يرتدي تيشيرت نادي الزمالك. ان شاء الله عند حسن ظن الجهاز كابتن حسام وكابتن ابراهيم ومجلس الاداره والجمهور، وان شاء الله نوعد السنه دي يبقى في حاجه كويسه نقدمها للنادي ان شاء الله. لعيب راجل محمد يونس، الراجل ده كان في الاتصالات واحنا لما مسكنا الاتصالات وفريق اتصالات كان بيلعب نزل في الممتاز بيه، اصرينا والحينا على مجلس اداره الاتصالات ان الراجل ده ما يفرطوش فيه ويبقى موجود في رغم ان كان في عروض كثيره انديه الدوري الممتاز، بس احنا اصرينا. كان المفروض ان هو خلاص في النادي الاسماعيلي او نادي البتروجيت او نادي الاتحاد، فاحنا صممنا ان هو يبقى موجود في النادي ساعتها وعطلناه يعني على بس الحمد لله ان هو موجود معانا وهو راجل عايز يعمل حاجه مع زمايله في الزمالك. انا بس تكمله. انا محمد عاشور ده من النادي المصري نادي الزمالك. طبعا بشكر الكابتن حسام والكابتن ابراهيم على ثقتهم فيا وانضمام نادي الزمالك، نادي كبير وجمهور كبير. طموح السنه ان شاء الله باذن الله ان انا اكون محظوظ الكابتن حسام والجمهور باذن الله، ونقدر نحقق بطولات في نادي الزمالك وعودة البطولات مرة أخرى نادي الزمالك، ويا رب نكون قدام الناس إن شاء الله. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء العظيم. بدايتي كانت راعي كويس ثم نادي